المجلس الوزاري للأمن القومي، نسمعه. وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي: أولا، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير، التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس. أكدوا على الحشد الشعبي وبالقواعد، يعني واضح أنه الحشد الشعبي هو المعني بالوسائل الممكنة. يعني شنو تريد أنت الوسائل؟ أي وسيلة عندك ترد الاعتداء تسويها، تضرب الطيارة مباشرة أو تضربها وهي راجعة أو تضربها قبل لا تطير. اللي راح أقوله انتبهوا زين، لأنه ما راح تتقبلونه، لكن هو بالأخير راح ترضخ الحكومة، وهذا عنادها تخلي الناس تنسى وترجع تعترف، مثل ما هواي قصص صارت. الاعتراف بالاكتفاء الذاتي طلع كذب، وقصص كثيرة ما يقدر تخوض بيها. هذا المقطع يقدر فقط مختصر على هاي القصة. رد الاعتداء مو معناها انه فقط وصل يقتلك وانت راح ترد الاعتداء. رد الاعتداء هسه واحد يجي يقتلك وتي ترد الاعتداء، لكن اذا واحد يطلع طالع من بيته وجايك تضربه ولا ما ضربه، هو جايك بتوجه لك وانت تقدر تمنعه، تقدر تمنع فاجعه وكارثه تصير بحقك، ضربه ولا ما ضربه. ضربك وراح وانهزم، قاعد ببيته بقاعته، ضربه ولا ما ضربه عمود رد الاعتداء. فرد الاعتداء لا تفهمونه انه انت قاعد وترمي على طياره فقط. رد الاعتداء تضرب، تهجم، تبادر، تضربه بعقر داره. تقبلوا هاي.